السلام عليكم، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير، اموركم مزيان، كل شيء عندكم واعدك. مرحبا بكم اليوم معنا في قصة جديدة. المهم قبل ما نبدا نحكي قصتي كنصحكم ما عمركم تثيقوا وديما ردوا بالكم، حيت ما تعرفوا فين تصادفوا الانسان الخبيث اللي ما كيخافش الله. بلا ما نطول عليكم، انا سميتي لمياء، في العمر ديالي 25 عام، مزوجة هادي 3 سنين، ولكن هادشي اللي غنعاود وقع لي في عامي الاول ديال الزواج. كنت يلاه ولدت ولدي، الحمد لله. حياتي كانت زوينه، قريت، خدمت، خديت راجل اللي تمناه وتبغيه اي بنت، حيت فعلا من بعد داكشي اللي دزت منه وقف معايا وقفه ديال ولاد الناس، الحمد لله. انا المعاناه ديالي بدات نهار مشيت للحمام من بعد 4 شهور مورا ما ولدت ولدي. ما بقيت مشيت، حيت انا ساكنه انا وراجلي في مدينه بعيد على اهلي وناسي، غير بوحدنا. ما كانش لي يشد لي ولدي ولا يعاونني فيه. داكشي علاش كنت كنفضل ما نمشيش للحمام حتى يكبر شويه ولدي ونقدر نتعامل معاه. ويا ريت ما مشيتش كاع، ولكن مكاتب الله كتصرف. المهم جمعت داك النهار حوايج ولدي، مشيت. ما كنتش عارفه انه من بعد داك النهار حياتي غتقلب راسا على عقب. دخلت لداك الحمام، بديت كندوش مقابله ولدي، واخا عذبني شويه. كنت كنت مستمتعه. كنت جالسه حدايا واحد السيده شحال وهي حاضياني. انا قلت راه عادي، ضروري كنلقاو في الحمام داك بنادم اللي تيبقى حاضن الناس. شويه وهي تنط وقفت عليا، قالت لي اري ولدك نشدو عليك شويه دوشي انتي فرحتك. انا كنت كنخاف على ولدي بزاف، ما كنتش كنقدر نعطيه حتى شي حد. قلت ليها لا لا غير شكرا، بلا ما نعذبك انا مرتاحه هكا. صافي رجعت جلسات وبقات حاضياني. انا ديك الساعه هادشي راه ما كنتش عاطيه اهميه نهائيا، حتى وقع مع اللي وقع. عاد بديت كنسترجع هادشي. المهم عاودت شويه ونضت عندي، قالت لي اري نحك لك ظهرك وهاكي حكي لي ظهري. عطيتها تحك ليا وقلت لها اري باش نحك لك حتى انت. قالت لي لا لا صافي بلا ما نعذبك نتيا مع ولدك وهذا بلا ما نعذبك. صافي انا جلست شويه ونضت، بغيت نخرج نلبس ولدي. بديت كنجمع المسائل ديالي وهي تنوض. قالت لي انا نعاونك. بدات كتجمع معايا، انا شويه نجمع شويه من هي مع ولدي. هي هاديك جمعت، خرجت، مشيت لداري، بديت كنقاد داكشي ديالي في الدوش. وانا نلاحظ الكيس ديالي ما كاينش، عييت نقلب ما لقيتوش. صافي قلت يمكن مع الزربه ما جمعتوش. صافي ونسيت الامر. داز شهر هكاك، وهنا غيبداو المعاناه ديالي. الجسم ديالي بداو كينوضوا فيه حبوب رقيق، كنبقى نحك بزاف. في الاول صحاب لي غير شي حساسيه، مشيت لا فارماسي عاودت ليها وهي تعطيني واحد الكينه، بقيت كنشربها واخا هكاك والو. داكشي غير ما كيزيد ويزيد. مشيت للطبيب ديال الجلد، دوزت، درت التحاليل، كل شيء كل شيء كان عندي مزيان، خرج لي التريتمون نتبعو. ورغم ذلك والو، شويه الحاله ديالي بدات كتفاقم. داك الحبوب غير ما كيزيد يخرج، لدرجه ولا كيخرج منه الدم والقيح. غير سمحوا لي، ولكن راه كنعاود باش تاخدو العبره. عاودت مشيت لعده اطباء اخرين والو، كل واحد شنو كيقول لي، كيخرجوا لي الدواء غالي بزاف وما كاينه حتى شي نتيجه، لدرجه الحمي بدا كيتفرتت. تخيلوا معايا المنظر، راه وصلت لواحد الحاله يورث لها. عائلتي وراجلي كانوا كيموتوا وهما كيشوفوني في ديك الحاله، اما انا خلاص
صافي بحال تقولوا فقدت الامل في الحال. كنت كنشوف راسي في ديك الحاله، كرهت راسي وعفت راسي لواحد الدرجه ما تصوروهاش. راجلي مسكين سمح في خدمته، كان كيجلس يقابلني انا وولدي. انا مني شفتو هكاك حتى عائلتي قالوا ليه غنديوها تجلس معانا شي ايام، انت رجع قابل خدمتك حتى يحن الله. صافي مشيت مع والديا، حيت اصلا الشوفه فيا ولات تخلع، وليت ما كنلبسش نهائيا الحوايج، حيت كانوا كيلصقوا ليا على اللحم وغير ما كنزيد نضر. صافي حتى ولاو كيغطيوني غير بواحد ليزار. انا وليت معقده من حالتي وكارهه راسي وكنطلب الموت. حتى لواحد النهار كانت جات عندنا واحد السيده من عائله ماما باش تزورني، شافت حالتي تصدمات فيا وبقات كتبكي، حيت فعلا حالتي كانت كتبكي. كنت في واحد الحاله راه يورت عليها. بقات كتسولني واش ما مشيتش للطبيب وشنو السبب، وهي تقول لماما واش ما حاولتوش تشوفوا شي راقي، ربما تكون شي نتيجه. قالت لماما راه كنعرف واحد الراقي، راه واحد صاحبتي شحال وهي كتعاني من شي مرض، حتى مشات عنده وجاب الله على يديه الشفاء. قالت ليها ماما واحد سقينا يا بنتي، ياك ما يجيب ربي على يديه الشفاء. صافي هي هاديك قالت لماما انا نهضر معاه وغنجيبو حتى لعندكم ان شاء الله. صافي قلتها لراجلي، قال لي فيها خير، ربما يجيب ربي على يديه الشفاء. صافي درنا نهار باش يجي السيد، لبسوني حوايجي. اش غنقول لكم، ما لبست الحوايج حتى غفر لي ربي الذنوب. كانوا غير كيحطوا فيا يديهم تنبدا نغوت واللحم تيجروه معاهم. صافي لبست حوايجي، دخل عندي السيد شافني بقى كيقول غير لا حول ولا قوه الا بالله، شد ليا في يدي بقى كيشوف في ديك الحاله وبدا كيقرا عليا القران. انا في ديك اللحظه من بدا كيقرا عليا القران حسيت بداتي شعلات فيها العافيه ديال بصح، العافيه داك الاحساس راه ما قداش نوصفو. صافي بديت كنغوت وكنقول له صافي اسكت ما تقراش عليا اسكت، بديت تنغوت وتنتركل. صافي شويه هو يسكت، خلاني حتى تهدنت وبدا يهضر معايا. قال لي يا بنتي قولي لي واش قبل ما يبداك هاد الشيء كليتي شي حاجه، مشيتي لشي بلاصه، عاودي لي كلشي. قلت له لا اصلا انا المدينه اللي كنت فيها ما كنعرف حتى واحد، وما كليت عند حتى شي واحد وما مشيت عند حتى شي واحد. شويه بدا تاني تيقرا عليا، شداتني تاني نفس الحاله. شويه هو يقول لي واش قبل ما يبداك هاد الشيء مشيتي للحمام؟ قلت له اه. هو يقول لي واش ملي مشيتي للحمام ما شكيتي في شي حاجه، ما وقعت حتى شي حاجه اللي اثارت الانتباه ديالك؟ انا في ديك الساعه تفكرت انني نسيت الكيس، انني من رجعت للدار وبديت كنرتب الامور ديال الدوش ديالي ما لقيتش الكيس. وانا نقول له انا راه منين رجعت للدار كنت كنرتب الامور ديالي ما لقيتش الكيس. صافي هي هذيك رجعت تيقرا عليا، بقى كيقرا عليا، واخا هاد المره بقيت كنغوت وتنتركل ما حبش نهائيا من القرايه. اش غنقول لكم، بقيت كنبكي، دوك الدموع اللي كانوا كيهبطوا لي مع وجهي فيه الجروح والتقابي. اش غنقول لكم، راه واحد الحاله يورث لها، كانوا كيهبطوا دوك الدموع تيحرقوني. شويه صافي غيبت، ما بقيتش حاسه براسي كاع نهائيا، حتى كنحس به تيفيقني. منين فقت عطاني شربت شويه الماء وهو يبدا يهضر معايا. قال لي شوف يا بنتي، راه هذاك الكيس اللي مشيتي للدار وما لقيتيهش راه هو سببك في هذا الشيء هذا. راه شي حد داه ليك ودار ليك سحر تشويه الجمال. انا ديك الساعه بديت كنتسائل، قلت له انا علاش يديروا لي هاد الشيء؟ انا ما عندي مشكل مع حتى شي حد وما كنعرف حتى شي حد في ديك المدينه، ما كاين علاش شي حد غيأذيني. هو يقول لي يا بنتي راه كاينين شي ناس ماشي ضروري نأذيوهم ولا نغلطوا فيهم باش يأذيونا، راه كاينين ناس مراد بأذية الناس، كيكون عندهم الهدف انهم يضروك ولا يقطعوا فيك شي حاجه.
ما كيهمهمش واش كيعرفوك ولا ما كيعرفوكش، واش اديتيهم ولا ما اديتيهمش. انا ديك الساعه ما نكذبش عليكم ما تقتش بيه ونيتي كانت قليله. قلت شكون يأديني في ديك المدينه؟ انا ما تنعرف حتى شي حد وما عمري اديت شي حد تما، شكون يأديني؟ على اساس انا كنت كنظن انه تيأديك غير اللي تيعرفوك ولا اللي درتي له شي حاجه. ساعه كاينين الناس اللي مراد بأذية الناس، كاينين الناس اللي انا لحد الساعه ما فهمتش علاش تيأديو ناس اخرين. ما مهم، ديك الساعه دازت يومين، جاب لي واحد القرعه ديال الزيت، قال لماما تبقى يدهنيها لها يوميا، مره في الصباح ومره قبل ما تنعس. وداك الشيء اللي بديت كندير منين كندهنو. اش غنقول لكم، كنت كنموت، بصالح العباره كنت كنموت. اش غنقول لكم، راه واحد الالم اللي كنت كنحس به راه ما يمكنش. واخا هكاك صبرت، بقيت مداومه لمده شهر. الحمد لله بدات الحاله ديالي كتحسن. ما كنتش متيقه، كنت كنقول راه ربما كنحلم، حيت راه 6 شهور ديال المعاناه. ما خليت فين مشيت، ما خليت. المهم عانيت، بديت كنحمد الله ونشكره يوميا. دازو الايام، داز عام، حالتي تحسنات بزاف. واخا مره كتجيني شويه ديال الحكه، ولكن الحمد لله ما بقيتش كي كنت. واحد النهار انا جالسه في داري، رجعت مع راجلي والحمد لله. واخا هكاك بقيت في نفس المدينه والحمام ضربت عليه بصفه نهائيه. واحد النهار جالسه في داري كنلعب مع ولدي في امان الله، حتى كنسمع الدقان في الباب. مشيت حليت الباب، لقيت واحد السيده قالت لي واش ما عقلتيش عليا؟ انا بصح في ديك اللحظه ما عقلتش عليها. قلت لها لا ما عرفتكش. قالت لي واش نقدر ندخل؟ انا في الاول ترددت، حيت راه وليت حوايجي كنشك فيهم وما كنثيقش نهائيا، وحتى راجلي كان كيوصيني. واخا هكاك دخلتها. قالت لي شوف اختي، انا راه شي 5 شهور دابا وانا كنقلب عليك. انا قلت ليها قولي لي بعدا شكون انتي؟ قالت لي واش ما عقلتيش عليا بصح ولا غير باغا تفكي مني؟ قلت لها اختي راه بصح ما عقلتش عليك، كون عقلت عليك كون راه قلت لك شنو بغي، كون راه قلت لك زعما راني عرفتك. قالت لي انا هي اللي كنتي تلاقيتي في الحمام نهار. المهم انا داك النهار ديال داك الحمام عاقله عليه، حيت تما فين كليت الدقه ديالي سا نورمال غنبقى عاقله عليه. قلت لها واش انتي فلانه اللي بقيتي تتعاونيني وبقيت. المهم بقيت نشكرها وكذا. دخلتها، هي السيده بدات تتبكي. انا نقول لها، قلت لها مالك علاش تتبكي؟ قالت لي انا راه جيت نهضر معاك ونطلب منك السماح. قلت لها ولكن اختي علاش تطلبي مني السماح؟ قالت لي شوفي، انا النهار اللي تلاقيت بك في الحمام راه نفسي الخبيثه خلاتني ندير لك واحد الحاجه اللي ربي راه جازاني وخدا حقك. وانا دابا قلبت عليك غير باش نطلب منك السماحه، واخا عارفه ما عرفت واش تقدي تسامحي لي ولا ما تقديش. انا عصباتني من بقات تهضر هكاك وتدخل وتخرج في الهضره، عصبتني. قلت لها اختي شوفي جيني من الاخر شنو كاين هضري. قالت لي انا راه كنت خديت لك الكيس ديالك باش كنتي كتحكي. انا بديت كنفكر، بديت نلاصق الامور في ديك الساعه. قلت لها قالت لي راه خديت الكيس ديالك. انا قالت لي في ديك اللحظه انا غرت منك، حستك. قالت لي ما تنعرفك ما تعرفيني، حستك. قالت لي تقدري تعتبريني مريضه نفسانيا. قالت لي انا كنت مبليه بهذا الشيء هذا. قالت لي حياتي كنت غاديه بها غير في هذا الشيء هذا. قالت لي لا راجلي لا عائلته ولا حتى شي حد ما كان سالم مني.
وتتعترف بواحد الجرأة، وانا العافية شاعلة فيا، وتنتفكر كيفاش عانيت وكيفاش عائلتي انا ومعايا وراجلي، باغا غير قالت لي انا اليوم جيت نطلب منك السماحه، راه انا سبابك، انا ما عرفت شنو وقع لك مور داكشي، ولكن انا كنت متاكده من الخدمه اللي درت ليك وكنت عارفك غتعاني. قالت لي انا عقلي ما بغاش يستوعب، ما درت لها والو، علاش تاذيني؟ هذا هو السؤال لحد الساعه باقي محيرني وباقي تياكل فيا، علاش تناديو ناس ما تنعرفوهمش؟ صافي انا ديك الساعه بديت تنغوت وجا راجلي ونفعلت، وعاودت له راجلي بقى كيسولني مالي، بقيت تنغوت والسيده تتبكي قدامي وتقول لي انا عافاك انا مزوقه فيك، انا سمحي لي انا راه تفرقت على راجلي وتفرق. المهم تتعاود لي قصه حياتها بالله راها حياتها تفركتت. راجلي في ديك الساعه شدها من يدها خرجها للزنقه. انا بديت تنطلع عليها، قلت لها انا ما نسامحك لا دنيا لا اخره. قلت لها راجلي نمشيو نديرو واحد ديكلاراسيون. قال لي يا راجلي شنو غنستافدو، شنو غنستافدو الا مشينا درنا بها ديكلاراسيون؟ خليها منا الله، وما تسامحي لها لا دنيا لا اخره. صافي هي هذيك، ما سمحت لهاش، واش نكذب عليكم؟ ما قدرتش نسمح لها وما عمري غنسمح لها، حيت انا انيت ولحد الساعه راه باقي فيا الاثار ديال داكشي اللي كنت كنعاني منه. الحمد لله بريت، ولكن راه ماشي كليا، راه باقي كل مره تنحس بداكشي. المهم حياتي ما رجعتش كي كنت، الحمد لله تشافيت، ولكن ما رجعتش كي كنت. التساؤل ديالي اللي كنطرحو دائما مع راسي هو علاش الانسان تيأذيك واخا انت ما عمرك اذيتي؟ ما تنعرفهاش، هذا هو اللي هذا هو اللي تياكل لي في صدري وما تنعرفها، ما تعرفني. المهم تنتمنى ما نكونش طولت عليكم، هذه هي قصتي.